شارع الأعشى مسلسل دراما سعودي مستوحى المسلسل من رواية غراميات شارع الأعشى للكاتبة الروائية بدرية البشر. تدور أحداث المسلسل في فترة السبعينات والثمانينات، ويستعرض التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها شارع الأعشى في الرياض، الحي الذي يحمل في ذاكرته قصصاً وذكريات راسخة لمن عاشوا تلك المرحلة. كما تدور أحداث شارع الأعشى حول 3 فتيات، عزيزة وضحى وعواطف، في حارة شعبية وسط مجتمع محافظ ومواجهتهن لتحديات الحياة. وتدور أحداثها حول عزيزة التي تستعيد ذكريات شبابها، بينما تخوض مع شقيقتها عواطف ووضحى البدوية القوية معارك الحب والطموح والتمرد في مجتمع يشهد تحولات جذرية. كنت أبي أكبر وأحب زي الحب في شعر الأعشى وأقوى، عشق بدوي زي قصايد الأغاني وشعار الشيوخ. مكتوب على بنات الأعشى حكايات الحب المبتورة، وصار كل الأمل يوصل بنا للحافة ويقول خلصت الرحلة. يتناول مسلسل ابن الباشا صراعاً حاداً بين شخصيتين تنتميان إلى عائلتين نافذتين، إذ يجدبن مسؤولين رفيعي المستوى نفسهما على طرف نقيض في معركة شرسة بين الخير والشر. وبينما يسعى أحدهما جاهداً لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد كمحقق نزيه، يتورط الآخر في شبكة معقدة من الفساد والتلاعب، ما يؤدي إلى تصادم محتم بينهما تتخلله لحظات من الإثارة والتشويق تكشف أسراراً خفية وخيانات غير متوقعة. ويجسد المسلسل أجواء درامية مشحونة بالصراعات على السلطة والنفوذ، ويغوص في أعماق العلاقات الأسرية التي تهددها الأسرار والخداع. اللي يشتغل على هواه مثل واحد اللي يحط لقمة أكبر من حلقه. يعني شي هم سووه وهم رادوا يصير. حامد دور الناس أكبر من عندنا بهواية. اسمع يا ولد، ضحينا بحياتنا وشبابنا وصحتنا على مود هذا الوطن، وربعنا يتقطمون قدامنا. وصلني تقرير عن أراضي انباعت بطريقة مو صحيحة. اللي يتولى منصب أما يأمن نفسه أو يدمرها. حامد أبي طعم. منين ما راح تلتفت أنت وابنك راح تلقوني بوجهكم. خاف عبالك أنت مدعوم، ماكو أحد لازم ظهرك. أنت تعرف كل الزين أنه هذه القضية لأناس بقوايا مو بس معنا. انتظرين يصير هذا الزواج حتى يفضحوك أنت وأهلك. يقدم المسلسل الكويتي بيت حمولة مزيجاً من الدراما والتشويق مع لمسات من الكوميديا الخفيفة، ويعكس العلاقات الأسرية في المجتمع العربي، مسلطاً الضوء على الصراعات والتجاذبات التي تواجه العائلات تحت سقف واحد. تدور أحداث مسلسل بيت حمولة حول عائلة كبيرة تعيش تحت سقف واحد، ولكن ما يفرقها أكثر مما يجمعها، فهناك صراعات وأسرار تظهر من الماضي تهدد ترابطها. كما تعاني الأسرة من تسلط جميلة وجبروتها، هي الجدة الخمسينية والأم المسيطرة على أبنائها، وهم 5 شباب وشابة واحدة. وتشتعل الصراعات والتوترات بين الأبناء وزوجاتهم، وتتصاعد المشاكل الاقتصادية، وتظهر الوجوه الخفية لكل فرد من تلك العائلة بين حسد وكره، خيانة وخداع. وهنا تحاول جميلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والإمساك بزمام الأمور من جديد، لكن هل تتغلب العائلة على تحدياتها أم تصل إلى الانهيار؟ أنا بكفة والكون كله في كفة ثانية حبيبتي، فحافظوا علي عشان أنا أحافظ عليكم وتكونون على ذمة فارس. يعني إلهام الفضاء.
طرشيلي لنا، طرشيلي 60 دينار؟ والله هذا بيت وحده عندها فلوس. أنا الأصل في هالبيت، أنا الأصل. يعود المسلسل العراقي الشهير حامض حلو لاستكمال أحداثه في الموسم السادس الذي يتم عرضه ضمن موسم رمضان. يتميز هذا الجزء بمواصلة طرح المواقف اليومية في المجتمع العراقي بطريقة فكاهية، حيث يستعرض قصصاً متنوعة حول مختلف المهن والأشخاص داخل المجتمع العراقي. يتم تقديم هذه القضايا عبر أسلوب كوميدي جذاب يدمج بين الترفيه والطرح الاجتماعي المهم. منذ عرض أول حلقة في عام 2019 حقق حامض حلو نجاحاً باهراً، واستطاع أن يثبت نفسه في قائمة المسلسلات المفضلة لدى الجمهور. ايدك من عتها يلا والله شحشة وجنا عجايز بس حنونة وجنا عجايز بس حنونة وعافيته هوريك صادق خلص صادق روح هاي مال جامبو الجبار يابا وروح على ابويا اذا لقيته بعد بالقهوه الا قطع حذاء سنترلي عليكم. حامض حلو على MBC العراق. رمضان يجمعنا. شباب البومب الذي حقق نجاحاً استثنائياً على مدار 12 موسماً يعد واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية في السعودية، حيث يتناول قضايا الشباب بأسلوب خفيف ومليء بالضحك والمغامرات. ومع كل موسم يتصدر المسلسل الترند معززاً مكانته كعمل كوميدي جماهيري بامتياز. ومع عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل تصدر المسلسل الترند في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على منصة إكس، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع. بدأت أحداث الحلقة الأولى مع شكوى زوج عمة عامر من تصرفات زوجته، مما دفع أبو عامر إلى اقتراح أن تأتي وتعيش معهم في المنزل لفترة، حيث تبدأ شخصية حصة بالتحول إلى شخصيات متعددة من الصعيدية المصرية إلى شخصيات من المسلسل الشهير لا كاسا دي بابل وغيرها. الرحمن الرحيم مصدر شجاع أسد ضرغام رجال. أوه نو يا معامر، جايبة معك ترمس القهوة هنا؟ احنا طالعين بيكنيك. الله دبة بالإنجليزي HA ايش تقول أنت؟ ضحكة بالإنجليزي وش عرفك أنت؟ طب في محمد نور ابوي ايش تبغى تاني؟ اجنحه وجبنا لك برقوين وديابي وجعنا القطار بدروبة. يا عيال مين فاتح باكج؟ انت نور تشوف لاعب ولا ايش انت؟ اي طيب سوي كذا يا اخي ايش تبغى من الرجال انت؟ أبغى يسوي احتفاليته في منتخب بلجيكا عشان أتأكد إنه هو ولا لا. ارتحت خلاص؟ كفته شوف المكسيكي وكمان دربها إذا ما أنت مشترك. اشترك الآن. لا وين كفته؟ موجود مول طبخ هناك. لا خوينا أقولك أنت. شباب البوم 13 في رمضان على خليجية. عيشوا معنا رمضان.